behind freelancing انت بتعملي ايه as a freelancer؟ بص انا اشتغلت على حاجات في الحياه، مش انا ترينر وريكروتر وكوبي رايتر. مينلي انا بعمل دايره، الدايره دي انا بعمل انجلش كوبي رايتنج فور ويب سايتس بس، ما بعملش غير كده، ما بعملش سوشيال ميديا. بتعملي انجلش كوبي رايتنج for websites؟ ويب سايت ممكن تشرحي ده اكتر يعني؟ يعني صراحه ابو المجد عايز يعمل his own website as personal branding material. حلو. فانا باجي اقعد معاك زي القعده بتاعتنا كده، واقعد اسالك اسئله بقى ديب كتير قوي، اعرف your unique selling proposition، انت عايز تبان ايه قدام الناس، اعرف كل حاجه عنك اللي مش باينه للعالم، وببدا ان انا اتكلم عليها او اعبر عنها في انجلش كوبي. دي يعني محتاج حد متخصص يعملها؟ طب انا ممكن اكتب على نفسي انا صاحب المجد، انا شاطر، تعال ناخد عندي كورسات. انت عارف ان انا فوجئت ان هي محتاجه كده. انا اول مره دفعني فلوس قلت ايه الهبل ده، ايه الناس دي، هي ويفاء بس حد يكتب لهم، انتوا بتهزروا يا جماعه ايه؟ بعد كده لقيت انه لا، هو مش اي حد يعرف يعمل كده. it's a huge science of evoking emotion والايموشن صح في الوقت الصح، science of using الكلمه اللي تعبر عن صراحه والمجد، ما تعبرش عن بني ادم تاني. المفروض ستاند اوت عن بقيه عن القطيع. exactly. والكي ووردز اللي اول ما اسمعها هفتكر اسم صلاح من غير ما اعرف ان ده صلاح.